السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا هنعمل كنافة. بصراحة كده هو كان عيد ميلاد اختي، قلت يعني افرحها ولو بحاجة بسيطة. قلت نعمل لها حاجة حلوة، فهنعمل لها كنافة. قبل بس ما ندخل على الفيديو، تحطي اللايك، وعايزة اشكر الناس اللي دخلت عندي جديدة في القناة وتعملوا لايك ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا. معايا هنا كيلو كنافة. الصينية اللي معايا كبيرة، فأنا الكنافة دي كانت عندي في الفريزر. أنا هفرفتها كده، ده نص كيلو الأول، أنا بفرفته كله نص لوحده. تمام كده هفرفته. معايا هنا سمنة أنا مسيحاها، هنحط شوية في الصينية. هنزل بقى بالجزء اللي أنا فرفته ده، نص كيلو الأول هنحطه من تحت. لو صينية من بتاعة المطبخ العادية الصغيرة بتاخد نص كيلو الصينية كلها، لكن اللي عندي ما شاء الله صينية كبيرة هحط فيها كيلو كنافة. نص الأول من تحت. تمام كده. كده انا حطيت النص كيلو كله الاول. عايزاكم بقى تخدوا تشوفوا التعليقات وتقولوا لها كل سنه وهي طيبه. تمام كده، احنا بنضغط عليها كويس، وبعدين هحط طبقه سمنه كمان. تمام، هنا حطيت الطبقه كلها. كان عندي بقى في الفريزر بصراحه من رمضان شويه جوز هند وشويه زبيب. هحطهم. عندي بقى نص كيلو كنافه تاني انا فرفته لوحده برضو، وبعدين هنزل بيه الطبقه التانية. طبعا احنا بنحاول نفرح اللي حوالينا ولو بحاجة بسيطة. تمام كده. حطيت النص كيلو التاني كله، وبرضو ضغطت عليها بايدي كويس جدا، وهحط طبقة سمنة على الوش. هنكون طبعا مسخنين الفرن، وهندخلها بس في الفرن لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. وهنكون مجهزين الشربات. حطيت 3 كوبايات سكر، عليهم 2.5 مية وعصرة ليمونة وكيس فانيليا. تمام كده، هندخلها بقى الفرن. هنا بعد ما طلعت من الفرن هبتدي بقى اسقيها الشربات بتاعها. انا مش عارفه هنا كان التليفون رايح فين بصراحه. تمام، هنا بعد ما بردت وقطعتها. يا رب تعجبكم. عايزاكم تخشوا تقولها كل سنه وانت طيبه، ويا رب تعجبكم وجربيها بالطريقه دي، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.